السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نشتغل مع بعض البلوزة الترند. البلوزة دي انا كنت شرحت المربع بتاعها، هي عبارة عن مربع امامي ومربع خلفي، وشرحت جزء من الكم، يعني شفوي، الكم شرحته شفوي. بس بنات كتير قالوا لي لا طب اشرحي لنا الكم، اشرحي لنا الكم، فانا هشرح تاني المربع معاكم والكم. هشرح المربع كده على السريع، والكم هشرحه بقى. يعني انا اصلا كده عامله المربعات، انا اشتغلتهم مخصوص عشان اقفل لكم البلوزه في الفيديو. فانا هشرح المربع كده على السريع، وهحط لكم لينك الفيديو اللي انا شرحاه بقى باستفاضه يعني. ماشي، انا اشتغلت بخيط كارما اوتليت. اوتليت ده يعني بواقي، تمام. واشتغلت بابره مقاس 3. طبعا انت اشتغلي بالخيط والابره المناسبين بالنسبه لك. بس البلوزه دي يعني حلاوتها بخيط متوسط السمك، تمام. بس يلا نبدا مع بعض. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين. يلا نسمي بالله ونبدا مع بعض. طبعا احنا عارفين ازاي بناخد مقاسات البلوزه. يعني انت هتبقي عايزه المربع تبقي واخده مقاس اكبر حجم هو عرض المربع بتاعك، تمام. وبرده في الفيديو اللي هحطه لكم انا شارحه فيه ازاي تاخدي المقاسات بالظبط. فاحنا دلوقتي هنشتغل اول حاجه، هنشتغل عقده البدايه ونعمل 4 سلاسل، ونقفل بمنزلقه في اول غرزه من الاربعه. وبعدين هرتفع 3 سلاسل ودول اول عمود، واشتغل في فراغ اللي انا عملته ده هشتغل كمان عمودين عشان يبقى كام عمود؟ يبقوا 3. 3 سلاسل ارتفاع اول عمود، وبعدين اشتغلنا بعدها عمودين. بعد كده هشتغل سلسلتين وهدخل تاني في الفراغ اعمل 3 اعمدة. 1 2 3. تاني هنعمل سلسلتين وهدخل في الفراغ اشتغل برضو 3 اعمدة. 3. وتاني سلسلتين وهشتغل كمان 3 اعمدة. 1 2 3. تمام كده. طيب انا كده معايا كام مجموعة؟ المجموعة مكونة من 3 اعمدة. ايه دي؟ اول مجموعة والتانية التالتة الرابعة. معايا 4 مجموعات، كل مجموعة 3 اعمدة. المفروض اشتغل سلسلتين في الاخيرة. لا انا مش هشتغل بصوا بشد الاول الفتلة بتاعت البداية. مش هشتغل سلسلتين، انا هعمل لفة وادخل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. انا خدت لفة من غير السلاسل وهدخل فيها واسحب الخيط واعمل نص عمود كده كأني عملت السلسلتين بالظبط. وعشان ابقى واقفة في نص الفراغ هرتفع 3 سلاسل، دول اول عمود، وهدخل في الفراغ ده واشتغل عمود بلفة وكمان عمود. قلنا الثلاث سلاسل الارتفاع دول كأنهم اول عمود، وبعدين اشتغلت عمودين جنبه، وبعدين هعمل سلسلة وهنتقل على طول على الفراغ اللي بعديه، فراغ الصدفة اللي بعديه هشتغل فيه ايه؟ 3 اعمدة، سلسلتين 3 اعمدة. 3 اعمدة وبعدين سلسلتين وبعدين 3 اعمدة في نفس الفراغ. وبعدين سلسلة واحدة واروح على الفراغ اللي بعديها اشتغل فيه برضو 3 اعمدة، سلسلتين 3 اعمدة. 3 وبعدين سلسلتين وكمان 3 اعمدة. 2 3 وبعدين سلسلة. الفراغ اللي بعديها اهو بتاع الصدفة ده هشتغل فيه برضو 3 اعمدة، سلسلتين 3 اعمدة. سلسلتين سوري وبعدين 3 اعمدة. 2 3 وبعدين سلسلة واحدة. هيتبقى معايا ايه؟
انا في اول فراغ اشتغلت 3 اعمده فقط، اللي هو الثلاث سلاسل الارتفاع والعمودين، يعني هنا انا اشتغلت 3 اعمده بس. عايزه اكمل الصدفه لان كان في كل فراغ 3 اعمده، سلسلتين 3 اعمده، وهنا وهنا. ففي الفراغ ده هعمل ايه؟ هشتغل 3 اعمده، 1 2 3. وانا كده كده عامله ايه؟ ال3 اعمده اللي في الاول. فاضل السلسلتين هنعملهم بنفس الطريقه اللي بنقفل بيها. هناخد لفه وندخل في تالت سلسله، نسحب الخيط ونخرج نعمل غرزه نص عمود. تمام. نركز بقى علشان الشغل بتاعنا هيبتدي من السطر ده. 3 سلاسل، ارتفاعنا كل مره هو ال3 سلاسل، ونعمل عمودين كمان عشان يبقوا 3 اعمده كده. بعد كده هعمل ايه؟ نركز مع بعض. انا شغلي بيكون في الفراغات. انا هعمل الاول سلسله، هروح اشتغل في الفراغ ده. احنا عايزين نعمل اللي هي ايه؟ الحركه اللي هي البريد الامامي ده. باين طبعا غرز البريد الامامي دي اهو. طيب، اول غرزه هتقابلني هنا، الفراغ اللي هيقابلني ده هشتغل فيه اول حاجه غرزه عمود واحد. المفروض انا بشتغل فيه 3 اعمده، لا مش هشتغل 3 اعمده، هشتغل عمود واحد. وبعد كده هشتغل عمود بلفتين بس، هشتغله بريد امامي. بصوا احنا معانا 3 غرز، 3 اعمده تحت اهم. هشتغل بريد امامي على العمود اللي في المنتصف فقط. فانا خدت لفتين، هرجع من ورا العمود كده واشتغل بريد امامي بلفتين. وبعد كده تاني في الفراغ هشتغل عمود واحد بس عادي. تمام. اذا انا بشتغل عمود عادي، وبعدين بريد امامي بلفتين، وبعدين عمود عادي. البريد الامامي اللي بلفتين باخده من الغرزه اللي تحت. بعد كده هشتغل سلسله. وطبعا عارفين ان احنا فوق كل صدفه بنشتغل صدفه مكونه من 3 اعمده، سلسلتين 3 اعمده، 3 اعمده، سلسلتين، وبعدين 3 اعمده، 1 2 3، وبعدين سلسله. اللي عملته هنا هكرره في الفراغ اللي عليه الدور. هدخل هنا واشتغل عمود، هناخد عمود بلفتين زي ما قلنا فين؟ على العمود اللي في المنتصف تحت. خدنا لفتين على الابره تاني اهم، وهنزل على العمود ده واعمل بريد امامي بلفتين. وبعدين هشتغل عمود في الفراغ، عمود عادي خالص، وبعدين سلسله. وبعدين هنروح على طول على الفراغ ونعمل صدفة. طبعا خلاص عارفين ان الصدفة فوق كل صدفة بنشتغل صدفة مكونة من 3 أعمدة، سلسلتين، وبعدين 3 أعمدة في نفس الفراغ بتاع الصدفة، وبعدين سلسلة. هنكرر نفس اللي عملناه في المرتين اللي فاتوا. الفراغ ده هشتغل فيه عمود عادي، لا سوري نسيت السلسلة. بعدين هشتغل عمود عادي، وبعدين نعمل عمود بلفتين بريد امامي اهو، وبعدين نشتغل غرزة عمود في الفراغ عادي معاها، سلسلة وصدفة فوق الصدفة مكونة من 3 أعمدة، سلسلتين 3 أعمدة، سلسلتين، وبعدين 3 أعمدة، 1 2 3، وبعدين سلسلة. نروح على الفراغ هنشتغل نفس اللي اشتغلناه قبل كده، عمود، وبعدين عمود بريد امامي بلفتين، وبعدين عمود عادي، وبعدين سلسلة. احنا وصلنا كده فين؟ لاخر صدفة احنا شغالين فيها 3 اعمدة في الاول. هنكمل بال3 اعمدة الباقيين عشان تبقى صدفة مكونة من 3 اعمدة، سلسلتين 3 اعمدة، بس مش هيبقى سلسلتين. تمام. زي ما بنقفل بقى كل مرة هنلف الخيط على الابرة وندخل في 3 سلسلة ونعمل غرزة نص عمود. هنرتفع 3 سلاسل وندخل في الفراغ نعمل كمان عمودين، وبعدين سلسلة.
الفراغ اللي بعديه هشتغل فيه خلاص عادي. السطر ده مش هيبقى فيه بريد امامي خالص، هيبقى في كل فراغ هيقابلني هعمل سلسلة اهو، وفي كل فراغ هيقابلني اشتغل فيه 3 اعمدة. في كل فراغ 3 اعمدة سلسلة. نروح على الصدفة، هنشتغل فوق الصدفة صدفة اللي هو ايه 3 اعمدة سلسلتين 3 اعمدة زي ما بتسميها بقى، صدفة تسميها مروحة تسميها زي ما تسميها اهو. 3 وبعدين سلسلة. نروح على اول فراغ هيقابلني هشتغل فيه 3 اعمدة بس، 3 وبعدين سلسلة. الفراغ اللي بعديه 3 اعمدة بس، يعني كل فراغ هيقابلني هشتغل فيه 3 اعمدة ما عدا فراغ اللي في منتصف الصدفة، وبعدين سلسلة. تروحي على الفراغ اللي في منتصف الصدفة هنا هتشتغلي فوقه صدفة مكونة من 3 اعمدة سلسلتين 3 اعمدة، وبعدين سلسلة وتشتغلي هنا 3 اعمدة، وبعدين سلسلة وهنا 3 اعمدة، وهكذا لغاية ما نوصل للنهاية هنا علشان نعمل ال3 اعمدة اللي في الاخر. هخلص السطر ده ما فيهوش بريد امامي. تمام، هخلص السطر وارجع لكم تاني. وصلت هنا بقى اهو لاخر فراغ يا بنات، عملت السلسله وصلت لاخر فراغ هشتغل فيه 3 اعمده 2 3، وبعدين هشتغل غرزه نص عمود في تالت سلسله. انا ارتفعتها هشتغل 3 سلاسل، وفي الفراغ تاني هشتغل عمودين. الخطوه دي ثابته معايا. طيب السطر اللي فات كان ما فيهوش بريد امامي خالص. نركز بقى عشان السطر اللي فات والسطر ده هما اللي هيتكرروا لغايه مقاس المربع اللي انت عاوزاه. سطر ما فيهوش بريد امامي خالص، والسطر اللي بعديه غرزه فيها وغرزه ما فيهاش، غرزه فيها وغرزه ما فيهاش. تمام كده. نقول تاني اللي هيتكرر معايا سطر ما فيهوش بريد امامي خالص، والسطر اللي بعديه غرزه فيها بريد امامي وغرزه ما فيهاش. طيب احنا شرحنا اهو مع بعض السطر اللي ما فيهوش بريد امامي خالص. اللي بعديه كده بقى هنعمل في ايه؟ شوفوا كده هنعمل ايه. عملنا ال3 اعمده اهم، هنشتغل سلسله. هنيجي على الفراغ اللي بعديه ده، الفراغ ده احنا قلنا سطر غرزه هيبقى فيها واللي بعدها ما فيهاش. تمام، فالغرزه دي هشتغل فيها واحده عمود عادي، وبعدين عمود بلفتين بريد امامي، وبعدين عمود عادي العمود العادي. تمام كده احنا اشتغلنا اهي واحده فيها اهي، يبقى هنعمل سلسله واللي بعدها ما فيهاش هنشتغل 3 اعمده عاديين خالص ما فيش بريد امامي، وبعدين سلسله. احنا قلنا واحده فيها وواحده ما فيهاش، واحده فيها بريد امامي والتانيه ما فيهاش، يبقى اللي بعدها ايه؟ فيها بريد امامي. هنشتغل عمود وبعدين بريد امامي وبعدين عمود عادي وبعدين سلسله. شايفين اهو واحده فيها بريد امامي والتانيه ما فيهاش، واحده فيها بريد امامي. اللي بعدها هنا الصدفه معانا ثابته صدفه عادي، هنشتغل عمود 2 3 نشتغل اهو 3 اعمده سلسلتين 3 اعمده. الصدفه معانا ثابته طبعا فوق كل صدفه. تمام كده. وبعدين بعد ما خلصنا الصدفه يا بنات هنعمل هنا بقى ايه؟ هنعمل هنا بريد الغرزه هنا بريد امامي، لان الصدفه هينطبق عليها ايه؟ زي ما قلنا كده اهو، دي فيها بريد امامي، دي ما فيهاش، دي فيها بريد امامي، الصدفه ما فيهاش، فاللي بعدها على طول هيبقى فيها بريد امامي. فهنشتغل عمود وبعدين بريد امامي بلفتين وبعدين عمود عادي. اللي بعديه بقى هيبقى ما فيهوش. تمام، ادي عمود وادي التاني وادي التالت كده. احنا ايه؟ دي ما فيهاش بريد امامي، يبقى اللي بعدها فيها اهو. لا احنا ما عملتش السلسله،
ما تنسوش السلسلة. بعدين نعمل عمود، بعدين بريد امامي بلفتين، وبعدين عمود، وبعدين سلسلة، وبعدين نشتغل بقى فوق الصدفة صدفة، وبعدين نشتغل هنا فيها بريد امامي، وبعدين اللي بعدها ما فيهاش، واللي بعدها فيها، وهكذا لنهاية الدور. تخلصي الدور ده تشتغلي الدور اللي بعديه. احنا قلنا هنكرر السطرين دول، السطر بقى اللي فات كان ايه؟ هنكرره، هيبقى ما فيهوش خالص. السطر اللي بعديه هيبقى غرزة فيها وغرزة ما فيهاش، نفس اللي عملناه. وهحط لكم برضو باستفاضة عاملة المربع وشرحاه اكتر من كده، وشرحة فيه ليه احنا بنشتغل في الغرزة دي وليه بنختار مكان الغرزة، شرحة فيه كل حاجة. هحط لكم اللينك في صندوق الوصف، وهحطه لكم في هحط لكم لينك كومنت مثبت او تعليق مثبت، هحط لكم فيه اللينك بتاع المربع باستفاضة. تمام؟ طيب انت بقى عملتي المربع بالمقاسات بتاعتك، بالمقاسات المطلوبة، وخلصتيه، بتعملي مربعين نفس عدد السطور بالظبط. نبقى عايزين بقى نعمل ايه في المربع؟ هتمسكي المربع كده وتحطي الوش بتاعه كده اهو على الوش بتاعه. عايزة اللي يبقى قدام منك الظهر عشان اشتغل على الظهر. هقفل الاول المربعات على الظهر. طبعا تبقي متأكدة ان المقاس بتاعك خلاص تمام مظبوط. نجيب بقى ايه علامات عشان اوريكم هنقفل فين وازاي وليه. طيب العلامات بتاعتي اهي. تحددي بقى ايه الكتاف فين وكده. نجيب بسم الله الرحمن الرحيم اهو الكتف كده، الزاوية دي على الزاوية دي اهي، الناحية دي الزاوية على الزاوية برضو اهو، الزاوية مع الزاوية. طبعا ده مش فتحة الصدر بتاعت فتحة الرقبة، لا انت هتحددي بقى فتحة الرقبة او مكان فتحة الرقبة هتحدديه. ماشي؟ يعني تشوفي كده انت فتحة الرقبة. انا عاملة البلوزة دي عندي هنا دي المقاس 1.5 سنة. ماشي؟ طبعا انت هتاخدي المقاسات بالطريقة. انا الفيديو اللي فيه المربع هيبقى فيه شرح المقاسات ازاي. ماشي؟ يعني ايه، هنسيب كده. احنا سيبنا كام واحد؟ 1 2 3 4 5. بعد الخمسة حطيت علامة، يبقى هنا اهي الاولى 1 2 3 4 5. طبعا لازم تبقي عاملة حسابك ان الناحية دي اللي هتسيبيه، الناحية دي قد اللي هتسيبيه الناحية دي. وادي فتحة الراس. طيب هكون عايزة اقفل بقى من هنا للجزئية دي، هقفل الحتة دي، وهرجع من هنا برضو اقفل الحتة او الجزئية دي، وهسيب فتحة الراس كده. تمام؟ طيب هتتقفل ازاي؟ الخيط بتاعنا اهو، الخيط بتاعي زي ما احنا قلنا انا هقفل من العلامة دي للعلامة دي، وشغلنا على الظهر. بصي انا اهو على الظهر عشان اقفل. بصي الوش بتاعي اهو على الوش. نشيل اول علامة وهدخل. بصي من اول عمود في الصدفة هنا هشبكه مع اول عمود في الصدفة هنا، وهوصل الخيط بتاعي اهو كده. بحب اعمل عقدة كده انا، واقفل ايه بغرزة حشو عمود، وتاخدي اللي قدامه وتقفلي غرزة حشو، وهكذا العمود اهو واللي قدامه وتقفلي بغرزة حشو. الفراغ بتاع انت عندك هنا في سلسلة ادخلي فيها، وفي قلب السلسلة اللي قدامها وبرضو غرزة حشو. تمام كده. تاني عندي عمود اهو، والعمود اللي قدامه على طول وغرزة حشو. هفضل بقى شغالة الحتة دي كده
لغاية ما اوصل للعلامة، وبعدين اقطع الخيط وارجع اوصله من هنا واقفل الجزء ده بنفس الطريقة. هقفل بقى دي واقفل دي، وبعدين ارجع لكم عشان نقفل مكان الكم. قفلت اهو ماشي. طبعا الخيوط دي كلها هننضفها، وسبت فتحة الراس ماشي. هي قدامكم كده اهي، بصوا مفتوحة كده. طيب انا عايزة بقى اقفل واسيب مكان الاكمام. هجيب بقى الجنبين ونفس العلامات بتاعتي كده زي الشطرة، وهتعدي علشان ما تسيبيش هنا مثلا 4 غرز وهنا 5 او العكس، وتبقى مثلا عاملة كده بعد ما تقفلي. لا، انت بقى بتسيبي كده بالنظر كده الجزء اللي على قد الكم بتاع البنت. انت بتقيسي علشان احنا هنقفل من تحت لفوق لغاية العلامة دي، عشان ده هنسيبها فتحة الكم، فتحة الدراع ماشي. فانا كده سايبة هنا 1 2 3 4 5، 1 2 3 4، لا 5 كده تمام ماشي. وهتروحي الناحية التانية بنفس الطريقة وتسيبي الكام غرزة اللي انت سبتيهم الناحية دي. تمام كده. يبقى انت سبتي هنا زي هنا. بعد كده هتوصلي الخيط من تحت لفوق، هتشبكي الخيط كده، هتمسكيها كده من تحت وتيجي عند اول انت سبتي، بصي فراغ السلسلة اهو، هتسيبيه وتدخلي هنا في العمود الاول مع العمود الاول في الصدفة هنا اللي تحت، وتشبكي الخيط بتاعك. وبنفس الطريقة اللي قفلنا بيها القطعة اللي في الكتف فوق، هنعمل بقى ايه؟ عمود قدام عمود او غرزة قدام غرزة ونعمل حشو، وهكذا غرزة قدام غرزة ونعمل غرزة حشو. هتفضلي بقى تقفلي كده لغاية فين؟ بنفس الطريقة دي هتقفلي الكتف لغاية العلامة اللي انت سايباها الجزء بتاع الكم. تمام كده. وبنفس الطريقة هنقفل الناحية التانية برضو، هتوصلي الخيط من تحت لغاية فوق. انا هقفل وارجع لكم عشان نشوف هنشتغل الكم ازاي. قفلت اهو يا بنات لغاية ما وصلت لفتحة الكم، وطبعا انتوا عارفين ان احنا شغالين على الظهر. طيب انا دلوقتي عايزة، انا مش هقطع الخيط، عايزة تقطعي الخيط وتوصلي من اول وجديد. انا عشان كده اشتغلت قفلت من تحت لفوق عشان يفضل الخيط بتاعي موصول، واشتغل الكم بقى داير ما يدور. عايزه تخلصي، او لو انت مثلا قفلتي من فوق لتحت وقطعتي الخيط عادي، اوصليه من هنا. انا هقلب القطعه بتاعتي وهشتغل على الوش، عايزه اشتغل على الوش. بصوا كده التقفيل بعد ما قفلناها هشتغل على الوش. فانا لما قلبتها اهي، سلك اعدي الخيط بس. بعد ما سلكت الخيط بتاعي اهو وبقيت كده على وش الشغل، الوش معايا اهو يا بنات. طيب انا دلوقتي كده واقفه هنا عند الاعمده، هروح بمنزلقه بس عايزه اقف في الفراغ. طيب السطر الاخير بالنسبه لي كان، وانا السطر الاخير في المربع كان بالنسبه لي فيه عمود بريد امامي ولا مفيهوش؟ اهو لا فيه، اهو في بريد امامي. اذا انا هشتغل بنفس التكنيك اللي كنت شغاله بيه في المربع، سطر فيه وسطر ما فيهوش. تمام. اذا انا هرتفع هنا 3 سلاسل وهدخل في الفراغ، هشتغل كمان عمودين عشان يبقى دول 3 اعمده، وبعدين سلسله واروح على الفراغ اللي بعديه واشتغل 3 اعمده، وهكذا في كل الفراغات هشتغل فيها 3 اعمده بينهم سلسله. ادي سلسله والفراغ اللي بعديها هشتغل 3 اعمده زي ما قلنا. السطر ده ما فيهوش. طيب افرضي انتي السطر بتاعك او في المربع اللي انتي شغاله فيه اللي قفلتي فيه كان السطر الاخير ما فيهوش بريد امامي، خلاص يبقى السطر اللي هتشتغليه دلوقتي ده هيبقى فيه. تمام. لكن انا قدرا كده السطر الاخير
عندي في بريد امامي، فاللي بعديه هيبقى ايه زي ما قلنا ما فيهوش. تمام اهو الفراغ اهو هشتغل فيه 3 وبعدين سلسلة، والفراغ اللي بعديه برضو هشتغل فيه 3 بعدين سلسلة. هشتغل ايه كده لغاية نهاية مكان، يعني نهاية المكان، نهاية الكم، مكان ما انا ابتديت اهو. في كل فراغ هشتغل فيه 3 أعمدة. هخلص الكام فراغ اللي باقيين دول وارجع لكم تاني. وصلت اهو، عملت اخر 3. طيب هقفل ازاي هنا؟ انا المفروض بعمل سلسلة، لا مش هعمل سلسلة، هقفل بنفس الطريقة اللي كنت بقفل فيها في الصدفة، بس انا ما عنديش صدفة. بس انا هعمل ايه؟ انا خلاص عملت ال3 دول اهم، هاخد لفة وفي تالت سلسلة من اللي انا ارتفعتهم هعمل نص عمود كده، كأنها دي السلسلة اللي او اللي هقفل بيها، اللي انا قفلت بيها. هرتفع 3 سلاسل وادخل في نفس الفراغ اشتغل عمودين وبعدين سلسلة. دي كده اهي ما فيهاش بريد امامي، يبقى اللي بعدها ايه؟ اهي اللي بعدها فيها. تمام، هنمشي بنفس الترتيب، واحده فيها وواحده ما فيهاش. كده احنا قلنا البدايه اللي ابتديتها اهي ال3 سلاسل دول ما فيهمش، اللي بعدها دي اهي هنعمل فيها. فاذا هنشتغل فيها بريد امامي، عمود الاول عادي، وبعدين بريد امامي بلفتين، وبعدين عمود عادي، وبعدين سلسله. اللي بعدها هيبقى 3 أعمدة من غير بريد أمامي، 3 وبعدين سلسلة. اللي بعدها هنشتغل فيها عمود عادي وبعدين بريد أمامي وبعدين كمان عمود عادي، وهكذا بقى لنهاية السطر. سلسلة اللي بعدها ما فيهاش 3 أعمدة بس ما فيهمش بريد أمامي، وهكذا لنهاية الدور. واحدة فيها بريد أمامي والتانية ما فيهاش لغاية ما اوصل للنهاية ونرجع تاني مع بعض. خلاص عملت آخر 3 اهو، وبنفس الطريقة اللي بنقفل بيها كل مرة هنقفل بنص عمود في تالت سلسلة. خدوا بالكم احنا هنا ما بنعملش صدفات كله اهو، عشان الصدفة هي اللي بتعمل تزايد، احنا بنعمل كم ما بنزودش. تمام، يعني احنا كنا الاول قبل ما بنقفل بنعمل 3 اعمدة في الفراغ ده لما بنعمل صدفة. احنا دلوقتي ما بنعملش صدفات، نرتفع 3 سلاسل وبعدين نعمل عمودين عشان يبقوا 3 اعمدة وبعدين سلسلة. وبنفس الطريقة هشتغل بقى ايه السطر ده ما فيهوش خالص، السطر ده ما فيهوش بريد امامي، يعني في كل فراغ هيقابلني هيبقى 3 اعمدة فقط، 3 اعمدة عادية بدون اي بريد امامي. وبعدين سلسلة ثواني اتفصلت كده، سلسلة وندخل برضو نشتغل 3 اعمدة لغاية نهاية السطر. والسطر اللي بعديه هيبقى واحدة فيها بريد امامي والتانية ما فيهاش، وهكذا لنهاية الدور. بس انا هشتغل معاكم السطر الجاي تثبيتا على جزئية الكم، عشان البنات اللي فضلت تقول لي اعملي لي الكم، انا بصور الفيديو مخصوص عشان الكم. فاذا انا هخلص السطر ده بدون اي بريد امامي، السطر ده ثابت 3 اعمدة في كل فراغ، هخلصهم وارجع لكم تاني للسطر اللي بعديه. اهو يا بنات وصلت لنهاية السطر، 3 اهم، 3 كده تمام. هنقفل ايه؟ ما بناخدش سلسلة وبنقفل بنص عمود في تالت سلسلة ارتفاع. هنرتفع بقى ب3 سلاسل ودول اول عمود معانا، ونعمل كمان عمودين كده، اول 3 سلاسل عملتهم وبعدين سلسلة، قصدي اول 3 اعمدة عملتهم وبعدين سلسلة. احنا هنا مفيش بريد امامي اهو، يبقى اللي بعدها فيها. تمام، اللي بعدها اهو هنعمل فيها عمود الاول وبعدين عمود بلفتين. بصوا كده الفكرة بقى كده وصلت. تمام اهو، عشان تعرفي انت هتشتغلي الكم كله على هذا الاساس. سلسلة اللي بعديها هتبقى اعمدة عادية ما فيهاش بريد امامي. احنا قلنا السطر
ما فيهوش خالص، وسطر غرزه او غرزه لا. تمام. والفيديو اللي انا حاطه لكم بيوضح ليه غرزه او غرزه لا ومكان الغرزه فين. تمام. احنا هنا دي ما فيهاش، يبقى اللي بعدها فيها بريد امامي اهو. لفتين وننزل على الغرزه اللي تحت ونعمل بريد امامي وبعدين عمود عادي. سلسله اللي بعدها ما فيهاش، 1 2 3. سلسله اللي بعدها هيبقى فيها بريد امامي، ادي عمود سوري، لفتين وبعدين بريد امامي بلفتين وبعدين عمود عادي وبعدين سلسله، وهكذا بقى لنهايه الشغل كله. واحده فيها بريد امامي والتانيه لا، واحده فيها بريد امامي والتانيه لا، وهكذا. تخلصي بقى الاكمام بتاعتك. يعني هخلص الكم طبعا ده ماشي، واخلص الكم التاني وارجع لكم بقى في الجزء التاني علشان الحق انزل الفيديو، عشان في بنات يعني بصوا كل شويه تبعت لي يا اميره نزلي لنا طريقه الكم. فانا هخلص الاكمام واعمل لكم الجزء التاني ان شاء الله بامر الله. نقفل مع بعض الرقبه ونعمل الاساور ونقفل البلوزه من تحت اللي هو الكنار بتاع البلوزه. بس كده هخلصها بقى. ولو في اي سؤال حابين تعرفوا المقاس ده ياخد خيط قد ايه، تسعيرته ايه، سيبولي في الكومنتات وانا ان شاء الله بامر الله ارد عليها. ولو في حاجه مش واضحه برضو سيبوها لي. ولو وصلتي معايا لهنا اكتبي لي كلمه حلوه وما تنسيش تعملي لايك للفيديو. بس كده اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه في رعايه الله.